جوزي مسافر من 2 ومحدش لمسني، ولما تعبت ورحت اكشف عند الدكتوره اكتشفت مصيبه. يعمل العلاقه من المكان المظبوط، لكن هو جه قال لي لا. قلت له ايه؟ قال لي العلاقه الطبيعيه المظبوطه بتبقى من ورا من الخلف. محتوى فيديوهات مصادره مواقع القصص الجنسيه، والغريبه ان البنات والستات هم اللي بيقدموا النوع ده من المحتوى. طيب بعيدا عن الهزار والضحك، الفيديو ده هنتكلم فيه عن نوع غريب من المحتوى اللي ظهر وبكثرة الفترة اللي فاتت دي. انا عمو ريشة وانت في اصل الحكاية. استغرب انا في يوم من الايام عملت محتوى احذر فيه الشباب الصغير والناس دي ان هم يقعوا تحت تأثير واضرار الحاجات الوحشة اللي من النوع ده بشكل لذيذ وجذاب برضو يجذب الناس اللي عقلها راح في الشهوات، وبحذر فيه الشباب الصغير من العادة السيئة اللي ربنا ابتلاهم بيها دي. لكن والله ساعتها خدت بنصيحة بعض الناس القليلين جدا اللي بدأوا يقولوا لي هتقعد تقول اسم بقى بتاع وما ينفعش تعمل مش عارف ايه، انت كده هتخلي اللي ما يعرفش يعرف وهتبقى انت بدل ما بتنصحهم بتضيعهم. وانا عشان قلبي لا مؤاخذة رهيف وقفت النوع ده من المحتوى وقلت مش مهم اللي يجي من وراه. ودي كانت غلطه كبيره قوي غلطتها، ان معلش انا اسف، الشيخ اللي بيطلع في التلفزيون ده هو مش مطلوب منه ان كل اللي يسمعه يتبعه او يتبع تعاليم الدين اللي هو طالع ينقلها. هو يكفي بس لو 10 من الملايين اللي بيتفرجوا عليه اتبعوا الكلام اللي هو بيقوله. لكن انا ما كنتش فاهم الكلام ده وقتها. زي بالظبط الناس اللي بتقول لي بلاش تعمل انتقاد او تنتقد المحتويات السيئه اللي على التيك توك وما تعملش كده، احنا في رمضان وشهر مفترج. ونسيوا يروحوا يقولوا اللي بيعملوا الفعل نفسه حرام وده شهر مفترج، يعني سبتوا الفعل ومسكتوا في رد الفعل. بس انا هديت اللعب علشان خساره الكام سيئه الصغيرين اللي هيجوا من ورا الموضوع ده. بس اللي بيضايقني ازدواجيه المعايير بتاعه المشاهد اللي هو حضرتك او حضرتك، يعني انك ما عندكش مشكله تتفرج على رامز مثلا وهو بيعرض في خادم لا مؤاخذه، يعني انك ما عندكش مشكله تتفرج على مسلسلات وخمارات لكل دقيقه فيها ذنب. يعني لو هنتكلم في حلال وحرام، فاللي بيجننا ازدواجيه المعايير اللي احنا بقينا فيها. يعني ما علينا، انا قلت اخد رايكم. شفت حاجه غريبه بتحصل في رمضان برضو قلت اشارككم معايا وتقولوا رايكم وسيبوكم مني. انا الحمد لله لا بطلع افرض رايي ولا اقول رايي في حاجه، انا بسيبكم انتوا اللي تعلقوا على الموضوع وتقولوا رايكم براحتكم، ان انتوا اللي بتبعتوا لي الموضوع وعايزين نتكلم فيه اصلا زي ما هنشوف كده. ورحت لعمي تاني وقلت له، قال لي عينيا ليكي، بس المره دي بقى مش هيبقى سطحي. قلت له يعني؟ قال لي يعني خلاص تعالي متعيني وعيشيني كانك مع جوزك بالظبط، وعيشي كل حاجه حلوه ومتعيني كده وانا عينيا ليكي. طبعا انا مش عايز اقول لكم ان انا واحد بتاع رياكت وردة فعل وشوف مش عارف مين عمل ايه وشوف الوحش ده بيعمل ايه، لا خالص. انا ليا طريقتي في انتقاد الاشياء، والطريقه ديت بتكون من منطلق شاب عادي. اي شاب في سني هينتقد الموضوع زي كده بالظبط وهيشوفه من نفس المنظور تقريبا. اي شاب عمل اللي ما يخطرش على بال حد وعارف يعني ايه تقع في مستنقع فساد وازاي تخرج منه باذن الله، هو اكتر حد يقدر ينتقد الحاجه اللي عدت عليه من سنين. عشان لحد بس يتخم فيا ان انا شيخ ولا حاجه. عاوز اقول لكم يمكن من اول ما عملنا الصفحه او القناه ديت بيتبعت لي كميه فيديوهات من النوع بتاع شوف بنت مين عملت ايه مع بنت خالتها، شوفوا امها عملت ايه معاها، شوفوا الام تعمل ايه في ابنها، شوفوا ابنها عمل فيها ايه. كل يوم اخويا بيجي ياخد اختي بالليل بحجه ان هو هيفسحها، وكل ما كانوا بيرجعوا اختي كانها كانت بتعيط، والشك دخل قلبي فقررت ان انا امشي وراهم وراقبهم، وللاسف اكتشفت شيء لا لما دورت انا بقى ورا الموضوع دوت، وانتوا عارفين ان عمو ريشه يدور ويتدحلب ويتزحلق يجيب الحاجه من منظور ما حدش نظر ليه قبل كده، وده السر في نجاحنا. انا قلت يا ريشه ما تيجي نبص كده للموضوع ان ايه القصص دي مثلا حقيقيه. طب ولو هي حقيقيه هل هتبقى بالكميات دي؟ ده في كميه منشئين محتوى وكميه قصص تكفي العالم كله. يعني لو جينا دورنا في الداتا بتاعت القصص ديت هنلاقيها مليارات، يعني تقريبا زادت عن عدد البشر اللي عايشين على الكوكب تقريبا. ايه؟ قال لي العلاقه الطبيعيه المظبوطه بتبقى من ورا من الخلف مش من فقلت له ازاي؟ مش المفروض كده؟ قال لي لا. ففكرت شويه كمان، قلت طب لو يعني كام واحد وواحده عندها الجرأه انها تحكي حواديت من النوع ده يعني لحد غريب. وفجاه وقعت من طولي وما فقتش الا وانا عريانه وهو قاعد قصادي وماسك التليفون بتاعه ومصور لي فيديو وانا بقيم معاه علاقه، وانا طبعا ما كنتش في حالتي الطبيعيه. اعتقد قليلين جدا يعني اللي يحكوا حاجه زي دي، والا لو القصص ديت حقيقيه وبالكميه دي كلها يبقى ابشروا ودوروا بقى على اصولكم ونسبكم جاي منين. المهم ان انا اكتشفت بعد البحث والتفحيص والتمحيص القصص دي كلها متاخده من افلام الهونجا بونجا المترجمه وبعض المواقع اللي على جوجل اللي هي بتكتب قصص
قصص من النوع ده بس باللغه العربيه. فالجثه من دول تاخد القصه من دي وتترجمها الفيديو كلنا نتفرج عليه، ومش هيفرق بقى في رمضان في شوال، يلا المهم نقبض وبالدولار. فلكم ان تتخيلوا بقى حجاب على ميك اب وبتحكي قصص، يعني قمة الميكس القذر من ناس، يعني القذارة تستحي منهم. رسالة أخيرة، ربنا يتولانا وكل سنة وانتم طيبين، وديكوا عرفتوا سر المحتوى ده بيجي منين، واعملوا اللي تعملوه بقى، مش محتاجة حاجة يعني. ولا تنسى أخي الكريم لم تضغط لايك فاعلم أن الشيطان قد منعك. أنا عارف إن الشيطان مسلسل اليومين دول، بس في شياطين إنس زي اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية. وخلوا بالكم من نفسكم ومن عيالكم. كان معكم عمو ريشة اللي مش عاجبه العيشة. سلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.